بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام متابعين حياتي. هنا سمك المسقوف سويته بالعراقي بالخبازة. يعني مو على الكهرباء، لأن الكهرباء مو تمام مباشرة. هاي كاميرا أنا المونتاج ما أعرف شلون صار. وهنا خليت الطماطم والبصل والصوص ماله كان كاتشب ودبس الرمان وملح وليمون دوسي، وخليته هنا بالخبازة. و لأن وين يلا الكهرباء. وهنا سويت ثواب مولاتي السيدة زينب سلام الله عليها عمة السادة. شفت بيها حلم. هنا كان 3 ملاعق سكر و3 ملاعق زيت و3 كوب دقيق. وهنا أنا خليت قصدي 3 كوب ماء. فمن فار الماء هذا بلح الشم. واحد قال بس هذا مو بس عزيزي، هذا بلح الشم حلويات وهيجي سويته. وهنا سويت التحلية، حليب ونشا وكاكاو وهذا بلح. طبعا اصور بايد واحدة لان اولادي. وهنا خليت فانيلا عليه وبيض بس امانة الله. حتى امي عندها سكر، قالت هذا شنو؟ قلت لها اكل من عنده. وقالت ليش ما تنطيني؟ قلت اكلي. فهي مو يمي، يعني بيت اختي بيتهم حيدر، فجت يمي وضاقت من عنده. خليت هنا بيضة واحدة، يعني بلح الشامي بيضة واحدة يعني مو هنا. وعلى السريع المونتاج صاير. وهنا أنا خليت البنان الموز، وخليت البودنج الشوكولاتة، وخليت البسكوت وهذا خليته عليه سويته بالقمع هيجي. ولأنه بإيد واحدة صورت يعني الشغل بإيد واحدة أصور. وابني بالمدرسة والصغير نايم. فجأة قال وين الديك مالي علاوي؟ يريد أداري وداري الديك علاوي. قال هذا ابنك داري. قلت يا عيني. قال جاء داري. وهنا شو اسمه قليته بالزيت. وأنا كان عندي سيرب يعني القطر الشيرة، موجود بالثلاجة. فطلع مقرمش يجنن وداعت الله. ما شاء الله تتقبل سيدتي مولاتي السيدة زينب، لأن شفت حلم بيها ودعت الله. وسويت هذا الثواب إلها. وأنا قبلها من مسوية بالقناة ثواب إلها. وهنا أنا سويت الرز على طريقتي، رز الأحمر. هو بيه هواي طرق بس أنا سويتها. ونحب الرز الجوكر. طبعا إيد لازمة تليفون وإيد أشتغل بيه. يعني القوام من الله وأهل البيت. شو أسوي؟ لازم أسوي أكل لأولادي. وهنا شوحت البصل وبعدين شو اسمه خليت الطماطة والفلفل الأخضر، وخليت الكركم والبابريكا والكاري، وخليت شنو يقولون صلصة المعجون، خليته عليه. والرز سويته يعني بزل نسلقه بالماء يعني هيك. ما اعرف شكلي طالع بالهذا. خليت المعجون وخليت الصوص يسبك. وهنا شنو سويته طبقات. وبعدين خليت المعدنوس. تردين كرفس معدنوس شي خضار تحبينه تخلين. وهيجي خليته لمن السبك يعني. وهاي الكاري سويته بهاي الطريقة يعني. طبعا جربوا أمانة الله، شوحوا هيجي أشياء وسووا طبقات على الرز. يعني تقولين ما يطلع أحمر وما يطلع نثري أبدا، يستحيل. نفس هاي جربي. شوف أنا شلون سويته يطلع عينا مثل هاي الطريقة. بعدين أصور لكم ديك علاوي. ابني يقول هذا علاوي ابنك. شلون أعتني بيه؟ أنطيه خيار وأنطيه بيض وأنطيه ما أعرف شنو. وأنا خليت المعدنوس. هذا ابني الثالث الصغير إنه أبو علاوي الديك ماله. أنا خليت الرز، خليته طبقة رز وطبقة الصلصة بس يعني روعة روعة. إن شاء الله بمحرم هيك هم أطبخها ثواب إن شاء الله، إذا الله فضل الله وأهل البيت. وخليته طبقات وهيك سويته يجنن. ودعت الله وعين النبي. وخليته هيك شلون طلع. وشوفوا شلون مقرمش. خليته بيضة واحدة عادي، تردين بيض بدون بيض. وهيك كسرته منفش وشو من داخل ماله، ولا عجين ولا اي شيء. كان يعني بيه هيك صوت يطلع مقرمش.
وكان هذا الموجود، وهاي التحلية سويته طبقات بنان، خليته بالثلاجة بين ما يعني لازم يبقى ساعتين 3 على مود يبرد. و شو اسمه، مشاهدة ممتعة، تحياتي لكم، حياتي باي. وهذا ثواب مولاتي السيدة زينب، أمانة الله وحق كفوف أبو فاضل، مرتين شفت حلم بيها فسويت الثواب، وإن شاء الله تنطي مرادي عليكم يا أهل كركوك. أكيد أنتم تسمعوني وما تقدرون تضروني تضرون أولادي، لأن أنا خادمة إمام الحسين، الله وأهل البيت بظهري، أشور بيكم، وإن شاء الله ينطي مرادي عليكم وحومتي تطلع بيكم بجاه المشت مسبية، بجاه عمة السادة. إن شاء الله دعيت من أتى وحلفت أبو فاضل بخدر خدر سيدة زينب وعبايتها ودخان الطالع من عبايتها. إن شاء الله ما أريد أحكي أكثر باليوتيوب، أخاف يحضرني اليوتيوب، لأن أنا دعائي مستجاب. أشاور اللي ندق بيه أشاور بيه، الناس كلها يعرفون، والله والله. وتشوفون، شوف أنا إن شاء الله تشوفون بحق عمة السادة. مشاهدة ممتعة، تحياتي لكم، حياتي باي.